المشكله بتقابل ناس كتير، لما شخص يجي يعمل دايت يقول لك انا دايما يا كوتش حاسس ان انا جعان، بحس دايما بالجوع. بص يا سيدي، اولا كده الجوع دوت بيكون جوع كاذب. الجوع عندنا نوعين، في جوع حقيقي وجوع كاذب. الجوع الحقيقي دوت مش هتحس بيه غير بعد يومين او 3 ايام، من لو انت مثلا ما بتاكلش بقالك فتره ما اكلتش، فممكن يعني فعلا تحس بالجوع دوت. لكن الجوع الكاذب اللي احنا دايما بنحس بيه، اللي هو انت لسه واكل من ساعتين او 3 وتقول لي ده انا جعان، انت مش جعان، انت عندك حاجه اسمها شراهه اكل، انت عايز تاكل وخلاص. لكن هل انت فعلا جعان؟ لا. بدليل، جرب كده مثلا تيجي مثلا تكون بعد 3 4 ساعات من الوجبه مثلا جعان، حسيت بجوع، ما تاكلش لمده يوم ولا حاجه، وشوف اللي هيحصل لك. مش هتموت. ليه؟ ده مش جوع اصلا، انت عندك كميه دهون في جسمك، او عندك الدهون اللي تكفيك ان انت تعيش اسبوع مثلا ما تاكلش. محدش بيموت من الجوع، بس بيموت من العطش. هي نفس فكره الجمل، تمام؟ فدوت بيكون جوع كاذب، انت عندك شراهه، جسمك بس بقك عايز ياكل اي حاجه، تمام؟ لكن ده مش جوع حقيقي.